السلام عليكم ورحمة الله. عايزة أقول حاجة يا جماعة، الناس اللي بتتفرج عليا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان القناة تتقفل. أما بقى عن الموضوع اللي عايزة أتكلم فيه النهاردة، فهو موضوع الحسد. ليه بقينا بنحسد بعض؟ ليه بنستكتر على بعض النعمة؟ ليه ما تتمناش الخير لغيرك عشان يجيلك؟ ليه بنحسد بعض؟ ليه ما اشوفش حاجة حلوة قدامي واقول ما شاء الله؟ ليه ما اقولش ربنا يزيد؟ وليه ما اقولش يا رب اديني ويا رب زي ما اديته اديني؟ ليه ما اتمناش الخير للناس؟ ليه احسد الناس عيني عينك؟ ليه اخلي واحد نزل من العربيه وانشه عين واقول ايه ده الراجل نازل من العربيه تمنها مليون دولار، يروح الراجل تاني يوم ميت؟ طبعا هو اجله وكل اجل كتاب، بس السبب العين. الراجل اتنشي العين من هنا تاني يوم مات، ولا اتهنى بالعربيه ولا نيله. ليه انا ابقى لابسه عبايه جديده كده ونازله كده من السلم، والاقي واحده تروح نشاني العين اللي هي وقايله لي ايه ده انت جايبه العبايه دي منين؟ دي عبايه حلوه قوي، انت جايباها منين؟ ايه ده؟ ايه ده كله؟ ايه الجمال ده كله والحلاوه دي كلها؟ اروح يعني يومين في السرير عيانه وراقده، ما لبستش العبايه ساعه واحده في العيد. ليه بنحسد بعض وما نتمناش الخير لبعض؟ ليه انت لو اتمنيت الخير لغيرك ربنا هيديهولك. صلي وادعي ربنا وقول يا رب ارزقني، يا رب اديني، بنية خالصة كده. لكن ما تبصش لغيرك، ما تحسدوش الناس، قولوا ما شاء الله، قولوا الله اكبر. كفاية حسد بقى، العين حق يا جماعة، مش كده؟